الشوط الاول كان هو اللي بيهاجم. الشوط الثاني بدانا نشوف محمد فايز ومعاه عموري في الجنب الشمال. السومه لكن على طول احمد برمان. مباراه تكتيكيه عاليه قوي لاحمد برمان. تيسير لكن باستوس فيليبي باستوس عامل كرة حلوة قوي وفي التحام كان قوي. وادي الهجمة عموري نادي العين اسبريا وعرقلة وانذار للاعب أسامة هوساوي. انذار لأسامة هوساوي ويفكروا بقى بالدخول القوي بتاع وليد بخشوين اللي عنده انذار على فكرة في المواجهات السابقة وكان ممكن يتم ايقافه. لكن شوف اسبريا خد خطأ في مكان رائع. عموري يحرك نادي العين. الموهبة اللي عند عموري، المهارة اللي عند عموري، وانذار لأسامة هوساوي صاحب الخبرات الدولية الكبيرة جدا الحقيقة. احد المفاتيح المهمة في المنتخب السعودي مع حسن معاذ لاعب الشباب ومع الزوري لاعب الهلال. ونشوف بقى ياسين حمزه من الاتحاد. شوف اسماء محمد بريك من نادي الهلال. شوف اسماء كتيره. ادي امامنا هنا اللي ينزل دياكي. هينزل ابراهيم دياكي الايفواري اللي مثل منتخب الامارات لاعب الجزيره لاعب نادي الترجي ايضا انضم من الجزيره. دياكي ورقه قادمه باستوس وحوار مع عموري حط كوره كانت في العارضه في الدقيقه كانت 38. ياسر المسليم اللي تألق في الشوط الاول بعد ما بدأ مهتزا لكن الحقيقه يعني برضه ليه عذر لان عبد الله معيوف هو اللي كان بيلعب. عموري والتسديده جول الله على الجول. الله يا عموري. كرة عموري ايه بلياردو يا عموري. الهدف ياتي في الدقيقة 71. عموري يسجل. كرته الأولى كانت في العارضة وكرته الثانية بقى في القائم اليمين ثم إلى داخل شباك ياسر المسليم. عمر عبد الرحمن يسجل أول أهدافه في هذه المباراة وأول أهداف اللقاء. لكن الطريف ان الهدف جه في وقت الاهلي اصبح الافضل واصبح الاخطر. لكن من كرة ثابته في المباريات الصعبه هي كرة ايه يا ولد. باستوس المره الاولانيه قال له عاليه، المره دي قال له حطها واطيه وحطها وارتطمت بقى في القائم وهدف التقدم عن طريق عمر عبد الرحمن. الموهبه العلامه الفارقه رمز الابداع.